معامله غير ادميه، وايديهم لا تخلو من الخراطيم والخرزانات والعنف اللي بيتعاملوا بيها مع المشجعين المصريين عشان يلزموهم بالوقت الارض. طيب يا عماد، يعني بعض الاقاويل ان مستشفى الفؤاد في الخرطوم استقبلت كميه كبيره من الجرحى. اكثر من 150 حاله تم استقبالها في قلب المستشفى. نعم. من الجرحى. نعم. وغير المصابين اللي حالاتهم حالات حرجه، وبعضهم اللي مستأجر ماديا وطلب ان هو يتم نقله على حسابه وعلى نفقته الخاصه مستشفيات خارج السودان. بس الله اعلم هيروحوا فين لغايه دلوقتي، لسه ما وصلش اي حاجات جديده. طيب يا عماد، هل تم الاعتداء على يعني افراد المنتخب المصري؟ لا خالص، لغايه دلوقتي ما فيش اي معلومات ان في اي اعتداء على افراد المنتخب المصري خالص. نعم. طيب هل هناك معلومات اذا كانوا قد غادروا هذا المكان ام لا؟ لا لسه ما غادروش. طيب عماد احمد، شكرا لك. عفوا.